يا حلوين يا حلوين، كل سنة وانتوا طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، تعالوا كده مع بعضينا نشوف بعض أفكار جميلة كده نتناولها مع بعض عشان نزين بيها البيت، أو لو عندك مكتب، محل، أي حاجة يعني. طيب تعالوا كده نبصوا كده مع بعض. بصوا كده معايا الأول، أنا بغريكم بالإيه، باللي قدامكم دي. تمام. كل الحاجات دي على فكره سهله وبسيطه، مش شرط ان انت تشتريها، انت ممكن كل ده ان انت تعمليه بايدك. تمام كده، انا هوريكم كل حاجه عملي والحاجات اللي جبتها منين واسعارها ايه. انا عموما مبدئيا من اسكندريه، فانا بجيب الخامات والحاجه من المنشيه عندنا، بتكون اقل سعر شويه بعكس المحلات يعني. طيب اول حاجه كده مع بعض، بالنسبه للقماش اللي انتوا شايفينه في البنوتة، اللي هي البنت دي اللي هي واقفة وبتعمل، المفروض دي عندنا اللي هي الكنافة، ودي المفروض ان هي القطايف. والقماش اللي انتوا شايفينه ده اللي هي دي زي خدادية كده كديكور. طبعا بصوا دي بقى عبارة عن ايه. دي سهلة خالص، دي عبارة عن القماش اللي انتوا شايفينه اللي هو قماش الخامية كده. ومن جوه مثلا ممكن لو انت عندك فل، عندك مثلا اللي هو اللي احنا بنحطه جوه المخدة، الفايبر. تمام. ممكن تعمليه. انا طبعا كان عندي، بصوا، مش فل ولا حاجة، انا كانت عندي خدادية صغيرة كانت بتاعه البيبي مش محتاجاها، فانا حطيتها كده اهوت. بصوا عاملاها ازاي، كمان مش مخيطاها حتى. يعني الجيش قالك ايه، قالك اتصرف. تمام كده. طيب اهو، دي ايه مكانها هنا كده. جميل. طب نيجي بقى بالنسبة للي هي القطايف دي معمولة ازاي، والحاجات دي انا عملت ايه بالظبط. بصوا اللي انتوا شايفينه ده، الحاجات دي اللي هي بتكون عندنا مثلا لما بيبقى عندنا بنجيب حلويات، اللي هي الحلويات الشرقية، الحاجات اللي احنا بنجيبها دي من مكان الحلويات، او تورته صغيره او حاجه. الحاجات دي بحتفظ بيها وببدا ان انا ازينها. اللي انتوا شايفينه ده عارفين اللي هو الفوم، اهو مقطعه دوائر حتى. يعني بص انا مقطعه عشوائي يعني، انا ولا يعني ظبطتها من الجناب، يعني ما صنفرتهاش ولا حاجه، انا حطيتها ولزقتها بشمع اهي. تمام. طب ومن الجناب من هنا بقى، دي اللي هي بتكون برضو موجوده عند الراجل اهو. بصوا شايفين القماش ده اللي هو القماش الخيامية، هو القماش دوت بالظبط هتلاقي عند نفس الراجل اللي بيبيع القماش ده، هتلاقي عنده الفرنشات دي زي الفرنشة اللي هي بتتحط للستاير. تمام حبايبي. برضه انا جبتها كده اهوت، حطيتها داير ما يدور ال- اللي هي بتاع الكرتون، دي كرتون على فكرة. تمام. بالشمع. جميل. اهي اتحطت كده. ونفس الكلام برضو لمين، للكنافة. الكنافة بقى كان عندي حبل، وفضلت ان انا ايه، الف 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 الحبل كده اهو، وبرضو عاملاه بالشمع اهو. ونفس الكرتونة نفسها بالظبط، والفرنشة اهي على الجناب داير ما يدور. جميل. طب تعالوا بقى معايا كده اهو نشوفوا ايه تاني. ده انا برضو لقيته كده، هو شكل الراديو، بس دي علبة مناديل. دي كلفتني كام، دي كلفتني 20 جنيه. في الشكل ده وفي شكل الراديو. تمام. هي بتتباع كده ومن هنا مفتوحة عشان خاطر تحطي فيها الايه، تحطي فيها علبة المناديل. انا في الاول خالص اول ما جبتها فكرتها ان هي مكسورة من هنا، عشان هي ليها فتحة كده، وقلت المفروض يبقى ليها فتحة تانية الناحية دي، بل انا كنت مفكرة ان هي فيها مشكلة يعني. لا، طلع ان الموضوع عادي، مفيش اي مشاكل ولا حاجه، بس ديت عشان خاطر احط فيها علبه الايه، علبه المناديل. برضو جميله جدا. وبالنسبه لو عندك اطفال، اختك الصغيره، اي حد يعني، فاهمه، بالنسبه لرمضان تحفه قوي لو اتحطت في المطبخ كانها مش علبه مناديل عادي يعني. جميل. انا هعمل لها استخدامات تانية بغض النظر عن ان هي علبه مناديل. طب اهي نحطها هنا كده. جميل. وده بقى فانوس رمضان الحلو القمر ده اهو. استنوا كده اشغلها لكم. اهو كنت مشغلاه منين، استنوا عليا كده لحظه اهو. تمام. استنوا بس، ايه رايكم بقى كده، جميل. هو بقى بيشتغل وتحطيه كده كديكور برضو جميل. تمام. طب نيجي بقى هنا اهو بالنسبه لايه، في برضو الحاجات
وده برضو بصوا كده ده فانوس، تمام، بس كرتون جميل، بيتعلق من هنا كده، وليه دلايات كده نازله منه، بصوا هلال وبرضو شكل برضو الفانوس، وفي يعني ايه الشخصيات الرمضانيه كلها، بكار وبوجي و... وهنلاقي كمان الدياستي، تمام. في بقى اشكال بقى، نازل منه هلال، وبص عم مشكشك جميل ازاي اهو، بيتعلق كده. وعلى فكرة هو عبارة عن وش وظهر، يعني الوشين جميل جدا. لما تيجي تعلقيه يبقى متعلق مثلا، ممكن تعلقيه في البلكونة عادي، ممكن تعلقيه في الصالة، ممكن تعلقيه على الباب، باب الشقة، او ممكن قدام باب الشقة برضو، معاه فروع نور كده، يبقى شكله تحفة قوي اهو. بصوا كده من بعيد شكله جميل، تمام. طيب وكمان برضو في معايا، لا برضو معايا برضو، بصوا شايفين دي عبارة عن ايه بقى؟ دي صينية انا عملتها من يعني دي بتتعمل بسيطة جدا. انت ممكن بصي اهو، هي اصلا دي كانت عبارة عن ايه، بصوا وش وظهر شكل كده بكار، وهنا لشكل الليلة الكبيرة. ده عبارة عن ايه؟ شايفين الكرتون ده كرتون برضو، نفس الكرتون بالظبط اللي موجود معانا، اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا عملت منه الحاجات دي، اللي بيتعمل منه الحاجات دي جميل. ده بقى بيتجاب كده اهو، وبيتجاب القماش اللي هو قماش الخيامية ده. القماش ده حبايبي متوفر يعني عند اي حد. انا طبعا عشان زي ما قلت لكم جايباه من المنشية، بيكون المتر ب10. جميل. انا جايبه كميه يعني كويسه جدا، ممكن بقى تعملي بيها استخدامات كتير زي ما قلت لكم. في منه اللي هو شكل الخياميه كده اهو، وفي منه شكل الشخصيات اهو زي كده، كبيره اهي، تبقى جميله جدا. طيب بنستخدمها في ايه بقى اللي هي الخياميه دي؟ او انا عملت الاول دي ازاي. انا جبت الكرتون اللي هو اللي قدامكم ده، وجبت معايا الشمع، وبقيت الزق الشمع كده، واجيب بقى القماشه، بصوا اجيب القماشه ايه الزقها عليها. وفي الاخر خالص الطروف بتاعتي دي عملتها السوليتيب يعني، تمام، او شريط لزق، اي شريط لزق عندك جميل. طيب وبعد كده برضو الخامية دي انا جايبه منها قماش كبير قوي يعني، بصوا انا جايبه منه ياما. ده بقى استخداماته في ايه؟ ده استخداماته ان انت تقدر ان انت، طيب بص بقى، ده انا عملت منه استخدامات كتير زي ايه. ده انت ممكن انت تستخدميه في منه زي ما قلت لكم الشخصيات، وفي منه شكل الخياميه كده. الشخصيات انت ممكن تعملي منه اللي هي الصواني دي كبيره كده او صغيره، وبتتحط عادي يعني، ممكن تحطيها في المطبخ تعملي بيها ديكور حلو، ممكن تحطيها في السفره، ممكن على فكره تتحط هنا كده، تدي برضو شكل جميل يعني، تدي برضو منظر حلو. طيب بالنسبه بقى لدي بقى استخداماتها ايه؟ فيها استخدامات تانية كتير، ممكن ان انت تعملي منها اصلا زينه زي كده يعني، بصوا اهي اللي هي الزينه المثلثات دي، شايفين دي اللي هي المثلث ده، عباره عن شريط اهو، نبدا ان احنا نعمل بيه ايه، نعمل بيه يعني شريط ممكن تزيني بيه البلكونه، الصاله. اللي هنا دي قدامي بقى، بعد ما هخلص هوريكم برضو ايه وانا مزيناها هنا اهوت كده عليها، كأن هي في محل وبتعمل الحاجات اللي قدامكم دي. على فكرة مش شرط ان هي تكون مكانها هنا يعني، انت ممكن تنقليها في اي حتة تانية في الشقة عندك براحتك، في المطبخ، في الصالة، في السفرة، في أوضة الأطفال، براحتك يعني. دي كديكور كده جميل قوي. في برضو انا جبت برضو دول، بصوا اهو، شايفين دول برضو، دول جمال قوي، اللي هي الشخصيات دي، بس ديت يعني في منها كرتون وفي منها ورق زي كده، بتكون بشريط. بصوا اهي، انا كنت جايبه الكيس دوت، كلفني يعني في حدود 10 جنيه بس، كان ياما قوي على فكره. ده فيه بتاع 3 متر، كتير جميل، او ممكن اكتر كمان، تمام. وفي بقى الحاجات دي هوريها لكم برضه، استنى عشان انا ماسكه التليفون، ثواني لحظه. بص دول بقى اهي، دولت اللي هي يعني بيتعمل بيهم الخداديات، ليها هنا اهوت السوسته بتاعتها، السوسته بتاعتها اهي من فوق، تمام، بتتفتح كده من هنا اهو، بتفتحيها
وتبداي تحطي فيها الايه الخداديه بتاعتك بقى، بتاعه الصالون، بتاعه الانتريه، برضو بتدي منظر جميل قوي. بصوا الشخصيات بقى اللي انا جايباها، بصوا في اشكال جميله كتير ومش غاليه على فكره، يعني هي ساعتها كانت الواحده، انا كنت جايباها من منشيه زي ما قلت لكم بسعر، يعني كنت جايبه الواحده ب10. بصوا في الشكل ده جميل، وفي كمان ده برضو حلوة قوي، بكار وحسونة. ومعانا برضو كمان الشكل ده اللي هو عم شكشك اهو. دول بيبقوا شكلهم جميل قوي لما تيجي مثلا تحطيهم كده اهو. في كمان معانا ايه الشكل ده كمان بكار برضو تحفة. الحاجات دي بتدي منظر جميل وبهجة في رمضان. وفي ده عمو فؤاد طبعا كلنا عارفينه. ومعانا برضو ده، معانا ده انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه. لا ده اللي هو في الليله الكبيره. تمام، برضو جميل قوي وشكله حلو خالص. ومعانا برضو في شكل تاني اهو. انا حابه بس ايه اوريكم الاشكال كلها عشان انا بحبهم بصراحه، يعني دولت الاشكال دي جميله قوي اهو. تمام كده. طيب وبرضو في اللي هو الفانوس ده اللي هو الحاجات بتاعت ايكيا اهي، وحاطه جوه منه الشمعه. طبعا بقى تحطيه براحتك في اي مكان يعجبك. في الشمعة اللي هي ايه عارفينها انتوا، الشمعة دي برضو سعرها مش ياما يعني اهو اهي. تمام، دي بتتحط جوه الايه جوه الفانوس كده اللي بتتقفل عليها اهو. جميل برضو شكله حلو قوي. وفي الفانوس دوت اهو. تمام. وعندنا كمان طمطم الجميلة اهي، دي برضو حلوة. وكان عندي كده ديكور كده الطربوش كنت برضو ده كان عندي يعني من الاول من زمان، فكنت جايباه برضو بعمل فيديو كور بيبقى شكله حلو قوي. وطبعا دي اللي هي اللمبات اللي هي اللي بتدي شكل برضو رمضاني جميل. وفي بقى الكوبايات دي اهي، استنوا بس كده ايه اوريكم حاجة حاجة. دي برضو بتبقى تحفة جدا ومش غالية، يعني سعرها حلو. دي طمطم وبوجي. ومعانا برضو في شكل تاني برضو للفوانيس اهو اهو. دي بقى لما بتحط فيها اي مشروب اي حاجة بتدي شكل جميل قوي وكتزيين كافكار رمضان جميلة. دي كان سعرها كام؟ كانت ب25 يعني. حاليا دلوقتي بقى الاسعار اختلفت خالص. انا كنت جايباها السنة اللي فاتت، بس طبعا هي موجودة معايا يعني بحطها على طول يعني. تمام. وفي برضو ده جميل قوي اللي هو انا جبته، يعني هو المفروض ان دي علبة مناديل جميل بس على شكل الراديو. وفي يعني هي مديه شكل كده عشان خاطر رمضان عمو فؤاد، فعجبتني قوي شكلها جميل. وهنا اهي ده مكان المكان اللي بتحط فيه علبة المناديل من هنا كده اهو. انا في الاول بصراحة اول ما جبتها فكرت ان هي بايظة يعني عشان هنا مفيش فتحة نفس الفتحة اللي موجودة هنا، بس اكتشفت ان هي بتتفتح من هنا كده عشان نتحط فيها الايه علبة المناديل. بس انا في استخدامات تانية يعني مش يعني انا جايباها مش بغرض علبة المناديل يعني، لا انا جايباها ممكن هحطها في المطبخ، هعمل حاجة تانية بيها، وكل الكلام ده برضو هنشوفه مع بعضينا. دي كانت في حسبة كده عملت معايا 20 جنيه، بس انا ما جبتهاش من المنشية بصراحة، انا كنت جايباها من المعهد الديني في العصافرة. تمام. يا رب اكون فدتكم كده ولو بحاجات بسيطة. في برضو ده الشريط دوت، الشريط ده انا مقلتلكمش سعره كام، برضو ده مش غالي، ده رخيص يعني. كان كله يعني ال5 متر كانوا عاملين معايا 15 جنيه منه ده اهو كده. بصوا دي شايفين دي اللي قدامكم دي طبلية. تمام. هي كانت طبلية خشب عادية، وانا جبت القماش الخيامية بس الشخصيات، وابتديت ان انا الف عليها كده اهو. تمام. بصوا هي طبلية خشب عادية خالص يعني. تمام. هي بس متطربة شوية عشان بحطها في البلكونة يعني. وانا عاملاها بايه بالمسامير اللي هي المسامير الكابس اهي الملونة دي، بحيث ان هي يبقى لونها ايه يعني ما تبقاش بعيدة قوي عن الرسومات اللي موجودة يعني. بصوا هي على فكرة فيها مسامير كابس ياما. بصوا هنا اهو ابيض، هنا كده اصفر، بحاول ان انا اوزع المسامير على حسب الالوان اللي محطوطة عليها.
جميل. وبرده تعالى اقول لكم استخدام تاني برده للخياميه اهو، زي ما انتوا شايفين كده، ده برضو استخدام تاني للخيامية اهي. دي الشخصيات، يعني انا حبيت ايه ان هي تتحط في البلكونة، بتدي شكل برضو جميل. تمام. وعندك بقى ممكن تتعلق على يعني كزينة كده، ممكن تكون ستارة، يعني تتحط كستارة للبلكونة. وبرضو دي اللي انا وريتها لكم من الشخصيات برضو الخيامية، برضو ممكن تتعلق في البلكونة كده اهي، ممكن اهي كده، يعني كذا شكل. ممكن تتعلق في الصالة بره، في السفرة، بتتعمل صينية زي ما قلت لكم كده، يعني على حسب الاستخدام بقى انت عايزة تستخدميها ازاي، ليها استخدامات كتير. اتمنى اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه، وعرفتكم اغلب يعني الحاجات، وطبعا كل الكلام ده هتشوفوه معايا بعد ما اخلص الديكور خالص. يا ريت بقى ما تنسونيش بلايك جميل كده منكم وتعليق حلو، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد من الفيديوهات اللي بقدمها لكم. باي، كل سنه وانتم طيبين.